وحكاية فيلمنا بتبدأ في مدينة كهنداك سنة 2600 ما قبل الميلاد، يعني أيام أجدادنا الفراعنة. وبيكون في ملك شرير اسمه الملك أكتون السادس، وبيحتل أكتون هو وجيشه مدينة كهنداك وبيستعبدوا شعبها، وبيأمر الشعب بالحفر والبحث عن معدن اسمه معدن الأترونيوم، لأن المعدن ده ليه خواص سحرية خاصة وبيعطي للشخص قوة جبارة. وعشان كده بيقرر الملك يصنع لنفسه تاج من الأترونيوم عشان يكون أقوى ملك على وجه الكرة الأرضية. وبنشوف راجل عجوز من عمال الحفر بيلاقي حجر الأترونيوم وبيروح يديه للحارس وهو فرحان لأنه متوقع إن الملك هيكافئه مكافأة عظيمة. ولكن بتكون المكافأة إن الحارس بيقتل الراجل العجوز وبيرميه من فوق الجبل. وبيكون واقف ولد صغير لكنه شجاع وبيشوف الحارس وهو بيقتل الراجل العجوز، وبيقرر الولد ده ينتقم من الملك ورجالته وما ينولش للملك مراده، وبيجري بسرعه وبيشد الحجر من الحارس وبيقف على حافه الجبل وبيرفع اشاره الحريه وبيتضامن معاه باقي الشعب. وطبعا هو كده عصى اوامر الملك، وبيأمر الملك بقتله قدام عامه الشعب عشان يكون عبره ليهم وما يفكرش حد تاني يعمل زيه في يوم من الايام. وبيرفع الحارس سيفه وبيستعد لقتله، لكنه فجاه بيختفي وبينزل لكهف تحت الارض، واللي بيكون كهف مجلس السحرة السبعه، وبيختاروه مجلس السحرة عشان يكون هو البطل بلاك ادم، وده لان هو الوحيد الشجاع في المدينه دي وقدر يقف قصاد الملك ورجالته ويعصى اوامره. وبيدوله قوه ملوك الارض الاقوياء، وبيقولوا كلمه واحده وهي كلمه شوزام. وبمجرد ما اعضاء المجلس بيقولوا كلمه شوزام فجاه بيتحول الولد الصغير من طفل شجاع لبطل خارق. وبنعرف ان كلمه شوزام هي كلمه التحول السحريه اللي بتحول اي شخص من شخص عادي لبطل خارق او العكس. واخيرا بينتهوا جنود الملك من صنع تاج سباك، وبيلبسوا الملك وبيستعد لمحاربه ومواجهه بلاك ادم. وفي اللحظه دي بيوصل بلاك ادم لقصر الملك، وبتبدا بينهم المعركه والمواجهه واللي بتكون شرسه جدا، وبتنتهي المعركه بهزم الملك اكتون وانتصار البطل ادم عليه. وبعد كده بيخفوا مجلس السحرة تاج سباك في الكهف بتاعهم تحت الارض عشان ما يقعش في ايد حد تاني من البشر بعد كده ويستغلوا اسوأ استغلال زي الملك اكتون. وبيختفي بلاك ادم هو كمان من وقتها ومحدش بيعرف عنه اي حاجه. لكن في اسطوره بتقول ان بلاك ادم هيرجع كهندك تاني لما كهندك تكون في اشد الحاجه اليه. وفي وقتنا الحالي سنه 2005 بنشوف مدينه كهندك وهي محتله من مجموعه مرتزقه دوليين اسمهم انترجينج، وبنشوف 3 شباب وهم بيحاولوا يهربوا واحده اسمها ادريانا مطلوب القبض عليها. ونعرف ان ادريانا كانت استاذه تاريخ ومعيده في الجامعه، وعشان كده هي بتتقن اللغه الفرعونيه القديمه بطلاقه. وبتحاول ادريانا تبحث عن تاج سباك عشان تقدر ترجع بلاك ادم تاني ويحرر مدينه كهندك من المرتزقه المحتلين. وبتدخل ادريانا الكهف هي واسماعيل وسمير، وبيستناهم اخوها كريم في العربيه بره الكهف وهو بيسمع ميوزك دماغ. وبتلاقي تاج سباك ثابت في الهواء، وبتتسلق فوق الصخور وبتمسك التاج. لكن فجأة بتدخل عليهم الشرطة وبيطلبوا منها تديهم التاج وتسلم نفسها، وإلا هيقتلوا أخوها كريم قدام عينيها. وفعلا بتضطر أدريانا إنها تستسلم وتديهم التاج، وبيتعامل معاها أحد الشرطيين بعنف وبيزقها وبيوقعها على الأرض. وبتقع أدريانا فوق قبر مجهول، وبعد ما بتقرأ الكلمات والرموز اللي منقوشة فوق القبر ده بتعرف إن ده قبر البطل بلاك آدم. وقرر انها تنتقم من المرتزقه المحتلين وتحيي البطل ادم عشان ينتقم منهم ويخلص عليهم ويحررهم ويحرر كهندك منهم ومن شرهم. وبمجرد ما ادريانا بتقول كلمه التحول السحريه واللي هي كلمه شوزان فجاه بيحصل بعض الانفجارات الشديده في الكهف، وبيخرج من القبر شخص غريب وعملاق وبيكون هو ده البطل بلاك ادم. وبيبدا بلاك ادم يحارب المرتزقه المحتلين ويموتهم كلهم ويخلص عليهم. قطع صخر كبير على ادريانا لكنه بينقذها وبيدمر الصخر قبل ما تقع عليها. وبتشوف ادريانا الشنطه اللي فيها التاج وبتروح بسرعه وبتفتح الشنطه وبتاخد منها التاج بدون ما حد يشوفها او ياخد باله منها. وبعد كده بتهرب هي وكريم بره الكهف بسرعه، عكس اسماعيل اللي بيتدمر الكهف عليه وبيموت. واثناء هروب ادريانا وكريم بالعربيه بيقطع عليهم بلاك ادم الطريق وبيظهر قدامهم فجاه. وفي اللحظه دي بيضربوا جندي بصاروخ قوي مصنوع من الاترونيوم وبيسيبوا اصابه جامده بتخليه يفقد الوعي ويغمى عليه. تاخده ادريانا لبيتها وبتعالجه، وبعد لحظات بيفوق ادم من حاله الاغماء اللي كان فيها وبيلاقي امون واقف قدامه. وبنعرف ان امون ده يبقى ابن ادريانا. وبيساله ادم وبيقول له انا فين؟ بيرد عليه امون وبيقول له انت في مدينتك مدينه كهندك. وبيبص ادم من الشباك وبيشوف التمثال اللي بنوه شعب كهندك من الاف السنين، وبيعرف انها فعلا مدينته لكنها بتكون متغيره تماما. وبيقرر انه يسيب المدينه ويمشي، وبيقول ان الديار دي مش دياره. لكن امون وادريانا بيحاولوا يقنعوه يفضل معاهم ويساعدهم ويحرر ارضهم من المرتزقه المحتلين، لكن برضه بلاك ادم مش بيهتم لكلامهم وبيسيبهم وبيمشي. وبيخرج امون وراه بيحاول يدور على طريقه تخلي ادم يشوف الذل والعبوديه اللي هم عايشين فيها، لحد ما بيجيله فكره عبقريه وهي انه بيتعمد يستفز ضابط المرور ويخرجه عن شعوره، عشان اكيد الضابط
الضابط هيتعامل معاه بعدوانيه كالعاده، وفعلا الضابط بيتعامل مع امون بعدوانيه شديده جدا. وفي اللحظه دي بيكون ادم واقف قدام التمثال بتاعه وهو حزين جدا وكانه بيلوم نفسه على شيء ما، وبيشوف ادم كل اللي بيحصل من فوق وبينزل وبيواجه الضابط وبيموته. وبعد ثواني معدوده بتحاصر الشرطه من جميع الاتجاهات، وبنشوف واحد اسمه كاتريك رئيس جمعيه فريق العداله، وبنعرف ان فريق العداله هي مجموعه من 4 اشخاص بيتمتعوا بقوه خارقه وبيساعدوا الناس وبيحاربوا الظلم والشر. ولما بيعرف كاتريك عن اللي حصل في الكهف وخروج بلاك ادم من قبره بيجمع الفريق وبيتحركوا بسرعه بالسفينه بتاعتهم على مدينه كهندك. وفي لحظه وصولهم للمدينه بيشوفوا ادم وهو بيضرب 2 شرطيين وبيرميهم من ارتفاع عالي جدا، وبينزل كاتريك بسرعه من السفينه وبينقذ الشرطيين قبل ما يقعوا على الارض ويموت. وبعد كده بيتكلم فيت وكاتريك مع ادم وبيطلبوا منه الخضوع او انه يستسلم ليهم، لكن ادم بيرفض انه يستسلم وبيقول لهم انه كان اله من الاف السنين، ازاي يرجع تاني يبقى عبد. وبيبدا بينهم الاكشن والاثاره. واضح كده اننا هنشوف اكشن كتير في الفيلم ده. واثناء المعركه بيتعرض امون للوقوع في اسياخ من الحديد وبيلحقوا فيتو وبينقذه، واثناء انقاذه الامون بيتنبأ بالمستقبل وبيعرف ان ادريانا معاها تاج سباك في شنطتها وبيقول لها انت معاكي التاج، لكن ادريانا بتنكر وبيضطر فيتو انه يسيبها ويرجع تاني لساحه المعركه مع صاحبه كاتريك. وبتستغل ادريانا فرصه انشغال الجميع عنها وبتدي التاج لابنها امون في الشنطه بتاعته، وبيهرب امون بالتاج من المكان فورا. وبعد انتهاء المعركه دي بيرجع فيتو وباقي الفريق لادريانا وبيطلبوا منها تسلمهم التاج، لكن ادريانا بتاكد لهم انها فعلا مش معاها التاج وبتديهم الشنطه يفتشوها عشان يتاكدوا، وبتسالهم ايه سلطتهم عشان يحاربوا البطل بلاك ادم. بيرد عليها فيتو بيقول لها انهم جمعيه العداله وانهم بيحاربوا الشر والظلم. بتساله ادريانا تاني وبتقول له كانوا في من 20 سنه لما كهندك كانوا محتله وعايشين في ظل وفقر، دلوقتي جايين يحاربوا البطل الوحيد اللي هيحررهم من كل ده. بيرد عليها كاتريك وبيقول لها انت فاهمه غلط، بلاك ادم مش بطل ولا حاجه، وانه من الاف السنين بعد ما اكتسب القوه الساحره ووصل لقصر الملك اكتون، في اللحظه دي ملحقش الملك اكتون يلبس التاج، واستغل ادم ضعف الملك وقتله هو وكل جنوده ودمر القصر بيهم تماما. ومش كده وبس، بدا يستغل ادم قوته اسوأ استغلال ويقتل الناس ويدمر البشر والمدينه. وعشان كده مجلس السحرة حبسوه في قبر تحت الكهف، وبتحاول ادريانا تلاقي بينهم حل وسط وبتاخدهم لمكان بلاك ادم عشان يتكلموا ويتعاونوا مع بعض ويساعدوا شعب كهندك ويحرروا المدينه من مرتزقه انترجرينج. واثناء كلامهم مع بعض بيتصل امون على والدته ادريانا وبيقول لها وهو خايف ومرعوب ان اسماعيل هجم على الشقه ومعاه شرطه انترجرينج عشان ياخدوا منه التاج، ولما امون رفض يديهم التاج ضرب كريم برصاص في صدره وبيحاول حاليا يمسكه هو كمان عشان يقتله وياخد منه التاج. وبتخاف ادريانا على ابنها امون جدا وبتترجى ادم يساعدها وبتقول له حتى لما كنتش بطل من 5000 سنه دلوقتي تقدر تكون بطل وتنقذ ابني امون. وفعلا بيتحرك ادم بسرعه هو وباقي فريق العداله على شقه ادريانا، واول ما بيوصل ادم بيشوف شرطي وهو بيحاول يخطف امون على دراجه ناريه وبينقذ امون منه وبيضربه، وبيبدا يحارب شرطه المرتزقه ويقتلهم واحد ورا التاني. وبيستغل اسماعيل فرصه انشغال ادم في محاربه المرتزقه وبيخطف امون وبياخده معاه في دراجه جويه، وبيشوف ادم من فوق وهو بيخطف امون وبيتحرك وراهم بسرعه، لكن اسماعيل بيكون اذكى منه وبيحاول يشتت تركيزه وبيتكلم اتباعه يبعتوا له اكتر من دراجه ناريه في وقت واحد عشان ادم يتوه بينهم. وفعلا بيشتت تركيز ادم وبيتوه بينهم ومش بيعرف اي واحده فيهم اللي بيكون موجود فيها امون، وبكده بينجح اسماعيل وبيقدر يهرب منه بسهوله. وبيروح فيت لشقه ادريانا عشان ينقذ كريم قبل ما يموت وبيتنبأ بمستقبله وبيطمنه وبيقول له ما تخافش، مش هتموت مضروب برصاص وانما هتموت صعقا بالكهرباء. وبينقله للجناح الطبي في سفينه فريق العداله، وفي السفينه بتعالج كريس وسوبرمان وبيخرجوا الرصاص من جسمه وبيحطوه تحت العنايه المركزه. وبنعرف ان كريستن قوتها الخارقه هي التحكم بالرياح، وقوه سوبرمان هو انه بيزداد حجمه اضعاف مضاعفه. وبعد كده بنشوف ادم لما بيرجع لبيت ادريانا وبيعتذر منها لانه ما قدرش ينقذ ابنها امون او حتى قدر يعرف مكانه فين. وبعد لحظات بيوصل بريتك هو كمان ومعاه 2 شرطيين من المرتزقه بعد ما انقذهم من الموت، وبيستغل ادم الفرصه وبياخد الشرطيين وبيطير بيهم لارتفاع عالي جدا في الهواء وبيهددهم اذا ما اعترفوش عن مكان امون فين هيرميهم من فوق وهيسيبهم يموتوا. وبيخاف واحد منهم على حياته وبيعترف على مكان اسماعيل وامون وبيقول له انهم موجودين في منجم انترجينج اللي في الصحراء عند جبال الحديديه. وبيرجع ادم وبيرجع بريتك هو كمان وراه بعد ما انقذ الشرطيين اللي رماهم ادم من فوق. وبسبب اللي عمله ادم في الشرطه بيتخانق هو وبريتك مع بعض وبتحصل بينهم معركه قويه وبيدمروا شقه ادريانا كلها، واثناء ضربهم في بعض بيلاقوا التاج واللي بيكون امون مخبيه في مكانه السري، وبيقعدوا كلهم مع بعض وبيرسموا خطه الهجوم على اسماعيل. وبعد ما بيرسموا الخطه بيتحركوا الفجر كلهم على منجم الحديديه في الصحراء مكان وجود امون واسماعيل. واول ما بيدخلوا المنجم بيرفع اسماعيل السلاح على امون وبيهددهم اذا ما ادوهوش التاج هيقتله. وبتخاف ادريانا على ابنها جدا وبتضطر انها تديه التاج، وبيقول لهم اسماعيل ان التاج ده يبقى ملكه الشرعي اللي ورثه من جده الملك اكتون، وبيعترف لهم
السر اللي مخبيه عنهم وسر تمسكه بالتاج ده ايه. وبيقول لهم ان هو يبقى اخر واحد موجود من نسل الملك اكتون، ووعد اجداده ان مش هيرتاح ولا يهداله بيل غير لما يرجع تاج سباك تاني، يبقى هو الملك على كهندك زي ما كان بيحلم جده الملك بالظبط. وبيقول لادم انت بكيت كتير جدا وحزنت بشده لما مات هورود. وبيساله بيقول له هتبكي قد ايه لما تشوف امون وهو بيموت قدام عينيك. لكن ادم بيلحقه وبياخد الرصاصه بداله وبتخترق جسمه، وفي نفس اللحظه اللي بتخترق فيها الرصاصه جسم ادم هي نفس اللحظه اللي بيلبس فيها اسماعيل التاج. وبعد ما بيلبس التاج بيحصل انفجار قوي جدا في المنجم وبيتحرق اسماعيل وبيموت، وبيحمي فريق العداله ادريانا وامون وكريستن من الانفجار. وبعد كده بياخد امون وفيت للجناح الطبي اللي في السفينه عشان يعالجه، وبيدور سوبرمان وكريستن على التاج وبيلاقوه، وبيروح كاتريك ورا ادم وبيساله من هو هاروت اللي ذكره اسماعيل في حديثه معاهم. بيبدا ادم يتذكر وبيرجع فلاش باك 5000 سنه لورا، وبيقول له ان هاروت يبقى ابن البطل اللي تحدى الملك وامر الملك بقتله. ولما تحول هاروت لبطل خارق ما قدرش الملك ورجالته على هزيمته وحاولوا يقتلوا افراد اسرته. ولما رجع هاروت البيت لقى والدته مقتوله، ووالده اللي هو بيكون بلاك ادم بيصارع الموت. ولما هاروت بيشوف باباه قدام عينيه في الحاله دي مش بيقدر يتحمل وبيقرر يديه قوته الخارقه، وبيرجع هو لطفل صغير. وفي اللحظه دي بيستغل جنود الملك ضعف هاروت وبيقتلوه قدام عيون والده بلاك ادم، وعشان كده انتقم من الملك اكتون ورجالته ودمر بيهم القصر تماما. وبكده بنكتشف ان تمثال البطل هو تمثال هاروت مش تمثال بلاك ادم. وبيقرر ادم يتخلى عن قوته الخارقه وبيقول كلمه التحول السحريه واللي هي كلمه شوزام. وبمجرد ما ادم بيقول كلمه شوزام بيرجع لراجل عجوز وجسمه ضعيف، وبيطلب من كاتريك يحرص على انه ما يرجعش يقول كلمه شوزام دي مره تانيه. وعشان ادم ما يقدرش يقول كلمه التحول السحريه تاني بياخدوه بالسفينه لمكان سري تحت المحيط، والمكان ده بيكون اسمه موقع اكس. وموقع اكس ده بيكون متخصص في دفن اخر سلاله فرعونيه لسه موجوده على الكره الارضيه، وبيضعوه في حاله الحياه المعلقه لمنعه من استعاده قوته مره تانيه. وبتحاول ادريانا تفهم الكلمات والرموز اللي مكتوبه على تاج سباك، وبيكون مكتوب عليه السبيل الوحيد للحياه هو الموت، نفس الجمله اللي قالها اسماعيل قبل ما يموت بثواني. وبتكتشف ان عشان اسماعيل يكتسب قوه سباك الشيطانيه لازم يموت الاول وتنزل روحه عند عرش ابليس والعياذ بالله ويتحول لشيطان خارق هو كمان. وبعد لحظات معدوده بيظهر شيطان عملاق من تحت المحيط وبيحاول فريق العداله يهزمه، لكن الشيطان بيكون اقوى منهم كلهم وبيدمر السفينه بتاعتهم. وبمجرد ما بيظهر الشيطان بيحيوا اعوان الملك اكتون اللي ماتوا من 5000 سنه واللي بيكونوا عباره عن هياكل عظميه، وبيتعاونوا مع الشيطان وبينتشروا في شوارع المدينه كلها. وبينزل فيت تحت المحيط لموقع اكس وبيدخل لعقل ادم وبيقول له ان الشيطان سباك ظهر اخيرا ولازم يرجع عشان هو الوحيد اللي هيقدر يهزمه. وبيفوق ادم من حاله التنويم اللي كان فيها، ولما بيسمع فيت بتشتعل جواه نار الانتقام من تاني، وبيقول كلمه التحول السحريه شوزان، وبيرجع لمحاربه الشيطان سباك وبيتعاونوا معاه فريق العداله. واثناء المعركه بيقدر الشيطان يهزم فيت وللاسف بيموته. وادريانا وامون واهالي مدينه كهندك كلهم بيتعاونوا مع بعض وبيكونوا على قلب راجل واحد وبيحاربوا اعوان الملك اكتون وبيخلصوا عليهم كلهم. وبيكتسب كاتريك قوه صديقه المقرب فيت وبيتحول لاكتر من شخص في وقت واحد، وبيهجموا على الشيطان وبيأيدوا حركته. بيمسك ادم سباك من قرونه وبيقسمه نصين وبيخلص عليه. وبيعيش ادم بعد كده في مدينه كهندك وبيكون هو الملك عليها وبيحكم اهلها وبيعيشوا في سلام.